رمضان السنة دي غير أي سنة، المنافسة قوية بس في 3 مسلسلات أنا حاجز مكاني قدامهم من دلوقتي. أولهم مسلسل النص التاني، السأسوء كالتالي. تخيل أحمد أمين مع أسماء أبو اليزيد، كوميديا من نوع خاص عن فريق جواسيس بيشتغل مع الألمان ضد الإنجليز. بصراحة الفكرة مجنونة وشكله هيكون الحصان الأسود في الضحك السنة دي. يجي لتقيل مسلسل حكاية نرجس، انت السبب الوحيد اللي خلاني لسه عايشه. طالما قلنا ريهام عبد الغفور يبقى فيه تمثيل من العيار التقيل. المسلسل مبني على أحداث حقيقية وبيفتح ملفات حساسة في مجتمعنا، وعن نفسي أنا براهن عليه لأني باثق جدا في اختيارات ريهام للمواضيع اللي بتمسنا بجد. وأخيرا اللعب مع الكبار، فن الحرب. إن استطعت قيادة الرجال فإن قليلهم يكفي. يوسف الشريف رجع لنا وكالعادة بفكرة خارج الصندوق، قصة زياد الممثل اللي بيتحول لعقل مدبر عشان يرجع حق أبوه. أنا متأكد إننا هنفضل مسحولين معاه لحد آخر حلقة. يا ترى يوسف هيعملها تاني ويصدمنا؟ دي كانت قائمتي، وانتوا مستنيين ايه في رمضان؟ قولوا لنا في الكومنتات.